والله يا علماء السعودية الله يجازيكم بخير علاش تمشيو ديروا هذا ولا تبعتك بالفتان. يا علماء السعودية قولوا للاتباع نتاعكم يخليوا الجوا ما تخدمنيش. قولوا لهم هذه خلافات فرعية. يا خفافيش الظلام أغثيتم نفوسنا أغثى الله نفوسكم القليلة. إن لم تكفوا عن أهل السنة فلا هوادة بعد اليوم. إن لم تكفوا عن أهل السنة فلا هوادة بعد اليوم. إن لم تكفوا عن أهل السنة فلا هوادة بعد اليوم. الصوت في اليد وجلودكم لهذا الصوت قد خلقت. لأجاهدن عداك ما أبقيتني ولأجعلن قتالهم ديداني ولأفضحنهم على رؤوس الملا ولأفرين أديمهم بلساني ولأكشفن سرائرا خفيت على ضعفاء خلقك منهم ببياني ولأتبعنهم إلى حيث انتهوا حتى يقال أبعد عباداني ولأرجمنه بأعلام الهدى ورجم المريد بثاقب الشهبان. ونصرت أهل الحق مبلغ طاقتي وصفعت كل مخالف صفعاني وصفعت كل مخالف صفعاني. اسكات المتطفلين وإخماد الرويبضات عن الخوض فيما لا يعنيها أمر مطلوب. احنا في المغرب وفي البلاد العربية وفي أوروبا التي زرناها وجدنا شباب السلفيين معاون للهدم في أمة محمد أينما ذهبنا. يا كذبة اتقوا الله في المسلمين دمرتم الأمة. وحللنا وارتحلنا. تخيلوا أن معايا أن الواحد منهم اللي نبغى شي فتوى خصو حتى يضرب التليفون للسعودية، وأن دينهم أخذوه من مجموعة من العلماء عندهم فهم خاص للدين، عندهم فهم خاص للدين، عندهم فهم خاص للدين. ولا يذهب مع الفتن ومع دعاة الضلال، ولا يأخذ إلا من أهل العلم الموثوقين، ولا يأخذ إلا من أهل العلم الموثوقين، لا يأخذ ممن هب ودب وادعى العلم. قد يكون عالما لكنه ضال، عالم ضلالة، وقد يكون جاهلا في نفسه وضالا في نفسه فيضل من اهتدى به واقتدى به. كل هما ابن باز والعثيمين والمحدث الألباني وعندهم هذا جداد، هذا هو الدين. فإذا خرج رأي آخر من غير هذه الثلة الله عليه أجل من أنت؟ ما تقول؟ ألا تفيق؟ لا يعتبر في عرفهم علماء، فكما أنهم يعيبون علينا أننا نقلد علماءنا. ألا تستحي؟ اتق الله ربك. ركتوا الشمعة هذوك مبتدع، هذاك يسمع الموسيقى، هذاك يدير، هذاك يقرأ القرآن جماعة، هذاك مبتدع، هذاك. والله اخوتي لا كيسلموا الناس أوروبيين وكيقبضوا مساكين هاد السلفيين، والله لا يحسب روحه صافي ولا يدخل الله يستر داير هاك، يدخل الله يستر داير هاك، يدخل الله يستر داير هاك. الذين لا يتمسكون بالخلق القويم لا يحمل عنهم دين. الذين لا يفهمون لغة العلم ولا يتكلمون بها لا يحمل عنهم دين. من الذي أضل الخلق في هذا العصر سوى أولئك المسوخ الشائهة فحرفت الخلق عن طريق الحق، والله يعاملهم بعدله. ويصب الإعجاب وكيقول نحن هم الفئة الناجية، مازال ما يعرف حتى كلمة بالعربية ويركبوا فيه الغرور. هذا كذاب كذاب كذاب. نزلت من المنبر أول واحد يواجهني هو فرنسي مسلم، سلم عليا قال لي كاسك لا بدعة. قلت لهم انت راك عاد كي دخلت للدين خصك تعلم حب الله وتتعلم حب المؤمنين وتتعلم من عام سيدي حب الآخرة. هؤلاء جهال لا يفهمون معاني ما يتكلمون به ولا يدرون مقاصد القرآن ولا معاني حديث النبي صلى الله عليه وسلم.
وتقرا عن سيدي عن القواعد الكبيره، وتقرا عن القواسم اللي تجمع الامه. انت مازال عاد تدخل تعلموك واسمو هي البدعه. البدعة هي أخطر شيء بعد الشرك بالله عز وجل، فلذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من البدع وغلظ من الإحداث في الدين، وتوالى السلف على ذلك، فقد صنفوا في ذلك المصنفات الكثيرة، وكتب السنة مليئة بالتحذير من البدع وأهلها. ولأن النهاري قد تربى بعيدا عن العلماء، فكيف سيدرك هذا الأمر ويفهمه؟ وليت انت تحكم على الناس غير البارح وانت كنت كل حلوف. انهم يعيبون علينا اننا نقلد علماءنا، فهم لعلمائهم اشد تقليدا، بل جعلوهم اربابا من دون الله، بل جعلوهم اربابا من دون الله، بل جعلوهم اربابا من دون الله، بل جعلوهم اربابا من دون الله. خذوا الشيطان خذوا الشيطان خذوا الشيطان خذوا الشيطان. يلقي الكلام على عواهنه هكذا، يجدع أنوث أهل السنة من العلماء الكبار إلى يوم الناس هذا، يجدع جمهور الآئمة سلفا وخلفا هكذا، لا يدري ما يخرج من رأسه بغلبة البدعة عليه. وحاشا هؤلاء العلماء أبدا أن يقول إذا رأيت الرجل يزري بفلان وفلان من أهل السنة فاعلم أنه مبتدع، وهو كذلك، فهم مبتدعة. يقولوا مثل ذلك لأنهم يقولون ما قاله العلماء من قبل، كل يؤخذ من كلام. يرموننا مينا وكذبا بما رفعنا الله عنه وطهرنا الله منه. أناشيد حرام، وكشف وجه المرأة حرام، والنقاب فريضة ماشي شيء نفيلة، واللحية بالسنتيمتر، والجلابة فوق الآخر، والنايك، وضرب الكوكا. والله لا كيديروا العمل ديال بنو صهيون، والله لا كيديروا العمل ديال بنو صهيون، والله لا كيديروا العمل ديال بنو صهيون. خذوا الشيطان خذوا الشيطان. سواء وعى ولا ما وعاوش في الأمة، على شاهة الوجوه، لأن تفتيت الأمة من الداخل. جاو عندي صحاب الصبيان قال لي دير لنا شي كلمة صاحبي، احنا هذو راهم فتنونا يا صاحبي، راهم فرقوا لنا جماعات جماعات جماعات. هنيئا لهم، هنيئا لهم. ليه؟ قلنا لكم القرآن سماها الله عز وجل الفرقان، يعني ايش؟ يفرق. النبي صلى الله عليه وسلم سماها الرسول كما في حديث البخاري محمد فرق بين الناس. محمد فرق روايتان، قراءتان، حديثان، روايتين، هكذا. محمد فرق بين الناس، محمد فرق بين الناس، كله تفريق لا شك. لا، محمد ما فرق بين الابن وأبيه، بين الزوج والزوجة، فرق محمد صلى الله عليه وسلم. فالتفريق إذا كان على أساس الاعتقاد مرحبا، وهذا هو الأصل، ويجب أن نفرق بين الناس على أساس الاعتقاد. انتبهوا الكلام. أنا أعرف يقولون، بل خاصة عندنا يعني في الكويت، يقول لك حرام تعامل الناس على أساس العقيدة. أعوذ بالله. يعني مبدأ الولاء والبراء كله هدموه، لأن الولاء والبراء، الحب في الله والبغض في الله، كله قائم على ماذا؟ على أنك تعامل الناس على أساس الاعتقاد يا شيخ والدين، المعاملة على هذه لا شك. فإذا كانوا والله فعلا يفرقون بالحق، يفرقون على أساس الاعتقاد، فهنيئا لهم، هنيئا لهم، ونسأل الله أن نكون منهم. درت لهم كلمة في الأخير، يعني هذا النشيد قال له لأمك منين كنت نشرب الشراب ونسمع الشابة الزهوانية، عمره ما جات تقول لي، حتى وليت لصيد ربي وليت نسمع النشيد المدح نتاع ندوج، بالك راني نطيح لك السنين. منين كنت أنا في الكانتينات ندور وكنت نسمع الشابة زوليخة والشاب الرياح، ما كنتش عمري ما فكرت فيا بلا الريح في خطر، حتى وليت نصلي الوقت ونقرا القرآن ونسمع الأناشيد. هذاك تقول لي أنا راني مبتدع، وبكري وكي كنت هذا من اليوم مبتدع، وقبل كاع ما نجي كاع للجامعة واش كنت؟ روحوا. هذه نتيجة دعوتكم الفاشلة
وتضليلكم السافر للمسلمين. روح الله نقولوها بحب لهذا الناس، بحب. وانا غادي ان شاء الله. أين الرجال يرقبون صدع الأمة ويواسونها في مرضها الذي حل بها من تفرقها؟ إن لم تكفوا عن أهل السنة أهل السنة أهل السنة أهل السنة فلا هوادة بعد اليوم. الصوت في اليد وجلودكم لهذا الصوت قد خلقت.